إذا اليوم في برنامج المسار الرياضي نستضيف أحد رموز الكرة المغربية هنا بالعاصمة بروكسل. باغي نعرفوا هذا الإنسان هذا لأن كثير ديال المغاربة ما عارفينش بأن الحاج عمار هو أول لاعب اللي لعب في فريق أندرلخت ومن أصول مغربية من مدينة ناظور. الحاج مرحبا بك. السلام عليكم. من هو الحاج عمار؟ أنا يعني نعم. أعمار يعني دخلت هنا في بلجيك من 1964. كنت كنلعب يعني مع قبل ما استقلنا مع الإسبانيول، ولعبت في المغرب في الهلال الناظوري. منين جيت 64 هنايا في بلجيك وليت لهم التصواير، قالوني أجي لاندرليكت باش تريني معنا، ومشيت عملت لانترينمون في اندرليكت في 64 و 65. ولكن كان صعوبات في هذيك الايام، كان برد بزاف، ما كاينش العائله وهذاك الشيء. كنا كنخدموا ونمشيو لانترينمون وهادي، ورجع هذاك الشيء صعيب شويه يعني. وما ما استمريت يعني ما زدتش اكثر منهم. ومن بعد وقفت على حقاش كان صعوبات، ما كانش السهولات اللي كاينين اليوم، والاخر العائله موجود والجمهور موجود، المغاربه تبارك الله خير هنايا والى اخره باش يشجعونا. ووقفت، وهذا الشيء اللي كاين. سي الحاج عمار، انت لعبتي في بدايه الستينات، قلتي في 64 65. واش لعبتي مع بول فان هيمست؟ في هذيك الوقت كان بول فان هيمست، في هذيك الوقت كان يعني بول فان هيمست يعني، ولكن باقي ما دخلونيش باش نلعب. كنا كنترينيو انا واحد مصري، يعني واحد مصري عاود واحد الولد صغير مصري، كنا في الانترينمون، ولكن باش يدخلونا نلعبوا باقي ما كانش، ما عطيناش النتيجه الانترينمون يعني كامله. انا قلت لك زعما الصعوبات اللي كاينه ما تساعدت باش نزيدوا لقدام. كانت الصعوبات، وكان العائله ما كايناش، ما كان يعني وجات يعني المعيشه يعني صعيبه وهذاك الشيء. ما كاينش بحال اليوم اللي كاين كل شيء كاين. اذا عشتي ظروف صعبه في ذيك البدايه ديال الستينات. سي الحاج، عطينا شويه من وقتك. يعني انت لاعب فريق الناظور، هلال الناظور، ربما الهلال الناظور لعبتي معاه. الهلال الناظوري، نعم. نعم في ذاك الوقت هذا كنت هلال الناظور. في الستينات 61 62 63 لعبنا كنا نلعبوا مع مولودية وجدة. ما اللي عقلت انا في الصغير ديالي، مركيت لهم جوج يعني جوج الجولات الاخر الوجدي في مولودية وجدة. ومنين خرجت ضربوني بالحلوى بالراس يعني. ما وهرسونا في هذيك الوقت التوبيس يعني اللبيس ديالنا. راك تعرف في هذيك الوقت اللي كانوا ما رضاوش باللي ربحنا مولودية وجدة. نعم. ولعبنا مع الجزائريين قبل الاستقلال في استاد ديال زغنغان. كانت شي 60 ولا 70 ألف ديال العسكر اللي كانوا تما يعني عندنا في قبل الاستقلال الجزائريين. ولعبنا معهم الماتش يعني، درنا واحد يعني اميكال، لعبنا مزيان معهم الى اخره. وهذا الشيء اللي كاين. يعني وقعت لك واحد الحادثه وانت كنتي شاب صغير جدا. نعم. يعني كان واحد العسكري مشي يصوب الصباط ديالو عند الاوفيسيال. شنو جرى في هذيك؟ كان غادي يصوب شي حاجه عند الضراف اسمه يعني المدني هذاك السيد يعني. انا كنت حتى عندي الصباط ديالي كان باش نصوبهم. جا باش يخلص هذيك السيد الاوفيسيال الجزائري، زعما بغى يخلص، قال له ما تخلص والو. قال له لا سي، قال له ما تخلص والو حتى تستقلوا ان شاء الله. هذه كتبقى كتذكرها السي الحاج. معلوم. اذا السي الحاج عمار من مدينه الناظور، انت في برنامج مسار رياضي بجريده الالكترونيه التي لها صدى كبير داخل المغرب وخارج المغرب، اللي هي اخبارنا. شنو الكلمه ديالك الاخيره للجمهور ديالك اللي كان معك في ديك الوقيته هذيك
واليوم وعشاق المستديره يعني اللي كيحبوا كره القدم، يعني شنو هي الرساله ديالك للجميع؟ وانت تبارك الله عليك راك في السبعين. الرساله اللي بغيت نقول انا علاش في الوقت اللي لعبنا بهذيك الجمهور الجزائري في زغنغان، في الناظور، يعني كانوا الفيتناميين كيصوروا عندهم، كانت في هذيك الايامات الكاميرا، وكل يوم كان نستنى باش الحكومه الجزائريه ولا التلفازات الجزائريه يدوزوا هذيك لي زيماج، هذوك لي زيماج يعني عظيم. لو كان يدوزوا لهم واحد يعني واحد الامبيانس يعني مزيان، كانوا يعني المغاربه والجزائريين بحال خوت يعني ما كاينش. وكنا بحال اللي قال المرحوم محمد الخامس، قال لهم احنا استقلنا، يعني المغرب باقي له الاستقلال ما كاملاش حتى تستقل الجزائر، في الخطبه ديال محمد الخامس الله يرحمه. اذا سي الحاج كنشكرك كثير الشكر على هذا اللقاء، وكنتمنوا لك الصحه والعافيه ان شاء الله وطول العمر، ونتلاقاوك في وقت لاحق ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله.